بتبدأ قصة الفيلم من المحيط وبنشوف طيارة هليكوبتر وثلاث مراكب ماشيين بسرعة كبيرة، واتضح إن هم فريق إنقاذ، وكان وقتها جالهم بلاغ إن في حادثة في الموقع ده. وأول لما وصلوا اكتشفوا إن في كبسولة تبع وكالة ناسا وقعت في المحيط، وإنهم لازم ينقذوا رائدة فضاء موجودة جواها، وبنعرف إن اسمها سام. وعلى طول خدوها معاهم ووصلوا بيها للمستشفى، وبعد شوية وقت فاقت سام وكانت حاسة وقتها بدوخة شديدة. بعد كده بصت حواليها في الأوضة واستغربت لما شافت قلم طاير في الهواء فوق صينية، وكانت خلاص هتمسك القلم ده، لكن فجأة دخلوا عليها مجموعة دكاترة وانشغلت وقتها معاهم. واول لما بصت تاني ناحيه القلم لقيته موجود على الصينيه بشكل طبيعي، فطمنوها الدكاتره وقالوا لها ان الدوخه الشديده اللي عندها دي حاجه طبيعيه، وبداوا كمان يسالوها كام سؤال عشان يطمنوا على صحتها العقليه. فحكت لهم عن موضوع القلم وشرحوا ليها الدكاتره ان دي نتيجه هلوسه عندها بسبب انهدام الجاذبيه، وده طبيعي جدا في التوقيت ده. وهنا سام كانت ملاحظه بورم شديد جدا في ايديها، وفي الوقت ده كانوا الدكاتره عايزين يعرفوا منها اللي حصل بالظبط ليها. فحكت لهم وقالت لهم انها كانت واخده احداثيات من مركز القياده وكانت كل الامور تمام، وفجاه حست انها خبطت في شيء قوي، وده خلاها تعتقد انها فقدت وعيها، بس هي برضو ما كانتش متاكده انها فقدت وعيها في اللحظه دي. وهنا الدكاتره قالوا لها ان في شيء عمل ثقب في الكبسوله وكسر الخوذه بتاعتها، بس هما ما كانوش قادرين يحددوا ايه هو الشيء ده، لكن في الاخر اعتقدوا ان ده ممكن يكون بقايا ناسك، وكان في برضو بقايا منه على البدله بتاعتها، فحبوا انهم يحللوا البقايا دي عشان يلاقوا اي تفسير او اجابه للي حصل ده. وبعد شويه وقت جه جوزها، وبنعرف ان اسمه مارك وبنتها ايزي، بس هي كانت في الحجر الصحي فما كانش ينفع انها تتكلم معاهم غير من ورا عازل ازاز. ويجي برضه في نفس التوقيت ابوها ويليام عشان يشوفها، وعرفها كمان ان البنتاجون هيشارك وكاله ناسا في التحقيق بتاع الحادثه دي، عشان كانوا عايزين يفكوا شفره ترددات غريبه رصدوها وهي داخله الغلاف الجوي. وهنا قال لها ويليام انهم خصصوا ليها بيت تبع الحكومه عشان تدي فيه فتره علاجها بعيد عن عيون الصحفيين واي حد ممكن يضايقها. وهنا دخلت الدكتوره وقطعت كلامهم عشان تاخد سام وتعمل ليها فحوصات تانية. وساعتها سام لمست ايد ايزي من ورا العازل الزجاجي ووعدتها انهم هيكونوا مع بعض قريب جدا. واول لما جه الوقت اللي هينقلوا فيها سام لبيتها الجديد كان معاه مجموعه عربيات كتير جدا بيحموها لغايه لما وصلوا مكان مقطوع في وسط الغابه. وهنا الدكتوره ميشيل فرجتها على البيت وشرحت ليها ان الحكومه اشترت المكان ده في فتره الخمسينات عشان يعملوا فيه مجموعه تجارب سريه، وان النهارده البيت ده بقى مخصص للدبلوماسيين، وكانوا وقتها حاطين تلسكوب بره عشان سام كل ما تحب تشوف الفضاء تبص منه. واول لما حاولت تستخدم التلسكوب سمعت صوت صريخ قوي جدا اثر على ودانها، وبدات تحس ان الدنيا بتدور بيها وبقت تشوف صور لحاجات غريبه. فميشيل هنا طمنتها وقالت لها ان ده طبيعي جدا، وفضلت تهدي فيها لغايه لما الصوت ده اختفى. بعد كده ميشيل اتكلمت مع سام ونبهتها انها تتوقع اي اعراض ممكن تحصل ليها، ولازم في الوقت ده تركز انها تعدي الازمه بتاعتها وتخف منها، ده لو عايزه ترجع لحياتها الطبيعيه من تاني، لانها هيبقى عندها اختبار تقييم بعد شهرين، وان كمان الدكاتره هيجوا ليها كل يوم الصبح عشان يطمنوا عليها. وبعد ما الفريق مشي من عندها حست سام بصداع قوي فقاست حرارتها، والغريب ان ما كانش عندها اي سخونيه، فشلت الرباط عشان تشوف ايديها ولاحظت ورم شديد جدا في ايديها. بعد كده ابتدت تفضي شماطها، لكن هنا اتفاجئت ان انفها بدات تنزف، فوقفت على طول من اللي هي بتعمله وراحت للمطبخ عشان تجيب حته قماشه وتمنع بيها النزيف اللي عندها. وفي الوقت ده بيجي ليها مكالمه فيديو من صديقتها القريبه منها، وفضلوا يتكلموا مع بعض، لكن فجاه في نص المكالمه اتسمرت سام في مكانها وفضلت تبص وتركز مع الجنينه اللي بره البيت. ففضلت صديقتها تنده عليها لغايه لما فوقتها وخلتها تركز معاها تاني. فاعتذرت منها سام وقالت لها انها افتكرت شافت حاجه، وهنا صاحبتها قالت لها نصيحه ان هي ما تكبرش المواضيع بشان الاعراض اللي بتيجي ليها، وتحاول انها ما توهمش نفسها على طول عشان ترجع لشغلها تاني. وبعد ما خلصت سام مكالمتها مع صاحبتها بدات الانوار اللي في البيت تطفي وتولع لوحدها، واتفاجئت ان في صوت عالي سمعته في اوضه تانيه، فراحت بسرعه عشان تشوف ايه اللي بيحصل. وكانت المفاجاه انها شافت الارض متغرقه بميه المطر، وكمان شافت كرسي واقع على الارض وباب الجنينه مفتوح. فخرجت بره عشان تستخدم التلسكوب في اتجاه الغابه، ولاحظت وقتها ان في حاجه بتتحرك في الضلمه، واختفت ساعتها بسرعه. وفي اللحظه دي كانت سام معاها كشاف واتحركت الغابه ورمت حجر في اتجاه الشيء اللي بيتحرك، ووقتها ما كانتش واخده بالها ان الكائن الغريب ده بقى فوق سطح البيت عندها. وفجاه سمعت صوت صريخ وشافت نفس التخيلات اللي كانت بتيجي ليها، وكانت عباره عن مكان كله انوار وناس غامضه. وفي اليوم التاني بتصحى سام واكتشفت ان الكدمه اللي عندها في ايديها بتتمدد في جسمها، واثناء وهي بتعمل الفطار اتصدمت لما لقت بيضه طايره فوق الرخامه، فلمستها سام بصباعها وفضلت البيضه طايره في الهواء. ولما مسكتها سام وسابتها تاني فضلت لسه طايره في الهواء. واول لما الفريق الطبي وصل ليها وقعت البيضه على الرخامه، وساعتها فضلت بقى يومها ما بين فحوصات وممارستها للرياضه. واثناء وهي بتتمرن حست ان في وجع شديد في رجليها، بس هي ما اهتمتش وافتكرت ان عندها شد عضلي. ولغايه لما خلصت الفحوصات استريحت سام شويه وحطت تلج على اماكن الالم اللي في جسمها. وهنا ميشيل بتعتذر منها بسبب كتر الفحوصات، وطمنتها ان كل التقارير والبيانات اللي بيجمعوها هتكون مفيده ليها جدا في المستقبل. وسالتها وقتها ميشيل اذا كانت حست باي اعراض تانية، لكن سام خبت عليها وقالت لها انها ما فيهاش اي حاجه. وبعد ما الفريق الطبي مشي من عندها اتصلت على طول بماركو وطلبت منه انها عايزه تطلع رحله معاه بعد ما تخلص فتره علاجها.
بس مارك كان شايف ان فكره مش مناسبه خصوصا في التوقيت ده ليها، لانه كان عنده اعتقاد ان ما ينفعش بنتهم ايزي تشوفهم مع بعض خصوصا لو وصل بيهم الحال ان هم يتطلقوا. وهنا سام اتضايق جدا وقالت ليه ان لسه في فرصه يحلوا فيها كل المشاكل بتاعتهم، لكن هنا مارك فكرها انهم كانوا هيفقدوها وان الموضوع بالنسبه ليه هو وبنته كان صعب جدا، لان سام اختفت شهور في التدريب وكمان طلعت في مهمه للفضاء، وان هي برضه هتطلع لمهمه تانية اول لما تيجي ليها فرصه. وهنا سام كانت بتمر بحاله يأس وقالت لمارك انهم بالنسبه ليها اهم شيء في حياتها، وان هي محتاجه ان بنتها تعيش في وسط العيله لان سام طول حياتها مفتقده الشعور ده. واتضح في الاخر ان هما متدنيين ايزي لانهم في الاصل مش بيخلفوا، بس هنا مارك كان شايف ان مش هي دي الحياه اللي هو كان عايز يعيش فيها مع سام. وقتها بنشوف ايزي بتفرج سام على الرسمه بتاعتها، وبعد شويه خرجت سام عشان تتمشى في الغابه وبدات من تاني تسمع الاصوات الغريبه، فمسكت على طول مخها وظهرت هي تهيؤات ان في مكان مليان دخان، وكان كل اللي بيحصل ده مأثر على تفكيرها. واول لما الصوت وقف بصت ساعتها في الارض، وكانت الصدمه لما لقت كابل مرمي في الارض، وفضلت ماشيه عشان تشوف نهايه الكابل، فلقت وقتها صخره جواها اضاءه، واول لما رفعتها اتاكدت سام ان الصخره فيها كاميرا تحتيها، وكانت وقتها سام قلقانه جدا فبصت حواليها وشافت كابل تاني وفضلت ماشيه لغايه اخره، ولقت ساعتها صخره تانيه وبرضه فيها كاميرا مراقبه، واول لما رجعت اتكعبلت في جذع شجره فاتخبطت دماغها، ولما راحت البيت استريحت شويه، واول لما صحيت كانت حاسه بصداع قوي جدا فمسكت شعرها واتفاجئت ان في دم. وكان في الوقت ده شافت حد بره داخل عندها وقال ليها انهم شافوها بره متعوره جامد وجابوها لغايه بيتها، ولما سالتهم هم عرفوها ازاي وهم مين اصلا ففهمت ان ويليام جه يزورها وطلب ساعتها فريق البحث، لانه لما وصل لها البيت ما فيهوش حد وفضل يعنف فيها لانها مش عايزه تريح نفسها شويه. وهنا سالته سام عن الكاميرات اللي شافتها فاعترف ليها انه ما قالش كل حاجه لوكاله ناسا عن تفاصيل البيت، وهو ما جاش في دماغه ان هي ممكن تدور وتكتشف الحاجات دي. بعد كده خد سام ونزلوا مع بعض للدور الارضي وفتح باب سري واكد لها ساعتها ان البيت متامن جدا، وساعتها نزلوا سلم وقال ليها كمان ان البيت مخصص للشخصيات المهمه اللي محتاجين يقعدوا فيه لفتره معينه. واول ما الباب الاخير فتح دخلوا جوه مكان كبير مليان غرف كتير، ووراها كمان الغرفه اللي فيها النظام المركزي وشغاله بمولد طاقه خاص بيها. ووقتها ويليام شغل الكمبيوتر وفرجها على عدد الكاميرات اللي مأمنه البيت كله، وان لو حصل اي خرق للنظام المبنى بيقفل من تلقاء نفسه، وان كمان المبنى ده متكون من 3 طبقات فولاذيه وكمان في انظمه دفاعيه، وكان ويليام عنده شعور انها ممكن تحتوي الانظمه دي بعدين. واول لما ويليام مشي بتشوف سام ايديها والقدمه اللي مأثره عليها، ولاحظت ساعتها انها وصلت لكتفها فخدت ليها صوره وبعتتها لصاحبتها، وقبل ما تاخد الادويه بتاعتها ردت عليها صاحبتها وقالت لها انها بس محتاجه تحط تلج على مكان الكدمات وهتبقى كويسه. ولما الدنيا ليلت حبت سام تستجم شويه جوه الجاكوزي، وكان وقتها صوت الهواء سمعاه بوضوح، لكن فجاه بيحصل هدوء تام وبتسمع ساعتها اصوات قويه في الغابه، وبعد لحظات بتسمع صوت الهواء تاني فدخلت البيت بسرعه وكان باين عليها القلق، فاتصلت بمارك بسرعه بس هو وقتها ما كانش بيرد، فسابت رساله ليه عن طريق البريد الصوتي. وبدات مره تاني سام تلاحظ ان الانوار بتولع وتطفي لوحدها، فمسكت كشاف وطلعت بره عشان تشوف ايه اللي بيحصل، لكن وقتها ما لاحظتش اي حاجه غريبه. واول لما دخلت لجوه تاني فجاه النور بيقطع وبيظهر ليها مخلوق غريب عند باب البيت، وساعتها ما كانتش سام مستوعبه كل اللي بيحصل. واول لما بصت تاني كان على طول اختفى المخلوق ده، وقتها رجع مره تاني النور، وقررت سام انها تفتح الباب وكانت عماله تبص حواليها وهي ماسكه الكشاف. وهنا سام ما شافتش اي حاجه حواليها فدخلت جوه تاني واتاكدت انها مشغله نظام الانذار، ولما قفلت الباب ورايحه اوضه نومها بتسمع تحذير من سيستم النظام اللي في البيت ان في عندها اختراق، وعلى طول ابتدت كل حاجه حواليها تقفل لوحدها، وده خلى سام حرفيا تبقى محبوسه ومش عارفه تعمل ايه. فحاولت انها تعمل اتصال بتليفونها لكن وقتها ما كانش فيه شبكه. وهنا بتسمع سام الصوت المزعج اللي دايما بتسمعه، وفجاه حست ان في حركه مش طبيعيه حواليها لكن ما كانش ظاهر اي شيء قصادها، فسمعت صوت غريب في الاوضه اللي جنبها وعلى طول طلعت من الاوضه اللي فيها ونزلت للدور اللي تحت، والمخلوق المتوحش كان وقتها بيراقبها. واول لما حست ان هو بيقرب منها راحت بسرعه مفاتيح الكهرباء وفضلت تدوس عليهم كلهم لكن بدون اي فايده، وساعتها كانت كل ابواب الخروج ما كانتش عايزه تفتح. بس فجاه شافت سام ان اقرة اوضتها بتتحرك لوحدها، وبهدوء شديد وجهت نور الكشاف ناحيتها، وبعد شويه تردد منها قررت في الاخر انها تفتح الباب وخرجت عشان تشوف اللي بيحصل. وبعد وقت بسيط رجع مره تاني النور يولع ويطفي، وقتها حست سام بحاجه مش طبيعيه جنب الشباك، فترعبت سام ومن خوفها وقع الكشاف منها، واول لما شالته بسرعه وبصت لبره البيت صرخت بقوه لما المخلوق حط ايده على الازاز، فجريت بسرعه لتحت وفتحت المخبأ السري ودخلت جوه عشان توصل لكاميرات المراقبه. وكان في الاول ما كانتش كل الشاشات شغاله، لكن في الاخر لقيت الزرار اللي بيشغل كل الشاشات، ولاحظت وقتها في الشاشه ان المخلوق المرعب ده قاعد بره بيتها. واول لما النور اتطفى اختفى على طول المخلوق ده. وفي اليوم التاني بتصحى سام على رنة تليفونها وكانت وقتها نايمه على مكتب الكمبيوتر، فطلعت فوق على طول ولقيت ساعتها ويليام مع الفريق بتاعه، وقالت لهم انها كانت بتواجه مشكله في المولد اللي عندها. وقتها اكد ليها ويليام فعلا انهم اكتشفوا مشكله في المولد وبعت على طول الفريق بتاعه عشان يحل
يحل المشكله. فسام بسرعه قالت ليه ان في شيء جوه البيت عندها، وهنا وعدها ويليام انه هيعمل مراجعه لتسجيلات كل الكاميرات. بعد كده بدا فريق فحوصات يفحصوها، وشافت وقتها ميشيل الكدمات اللي عند سام، واعترفت ليها ان شكلها مش طبيعي، وقالت لها انها تحجز لها ميعاد عشان تعمل اشعه عليها. وبعد كام يوم بيروح مارك وايزي لسام عشان يشوفوها، وكان في الوقت ده مشغول ويليام مع حفيدته ايزي. فاستغلت سام الفرصه وخدت مارك وراحوا يتمشوا شويه ويتكلموا في اللي بيحصل لها. فسام قالت ليه انها شافت مخلوق غريب مش من الارض، وبتسال نفسها وبتفكر مع مارك اذا كانت جابت المخلوق الغريب ده وهي بتهبط للارض ولا لا، وده لان المهمه بتاعتها كانت ارسال اشارات للفضاء. وقبل ما مارك يرد عليها قطعت ايزي كلامهم، وبعد كده بنشوف سام مع ويليام وهم بيراجعوا كل كاميرات المراقبه في التوقيت اللي شافت فيه سام المخلوق الغريب. والمفاجاه انهم لما راجعوا الكاميرات ما لقوش اي حاجه ظاهره قصادهم، وحس ويليام ساعتها انها بتمر بفتره توتر وبيتهيأ لها حاجات مش موجوده، وفكرها كمان انها لازم تستريح شويه. واول لما ويليام طلع فوق خلت سام الكمبيوتر يعمل مسح شامل للبيت، واكتشف النظام وقتها 9 اشخاص اللي هم عيلتها والفريق اللي معاه. فحبت سام تخرج مع مارك يتمشوا شويه، وكان معاهم في الوقت ده ايزي. وبنشوف هنا مارك كان لطيف جدا مع سام، لكن فجاه بيسمعوا صوت غريب واكتشفوا ساعتها ان ايزي اختفت من قصادهم. ففضلوا يدوروا ويندوروا عليها لحد ما ظهرت فجاه ايزي وخضتهم، وكانت ساعتها ماسكه صرصار ميت في ايديها. وفي لحظه معينه كان في حاجه مش طبيعيه بتحصل حواليهم، لدرجه ان في حشره من الحشرات دي اصطدمت بشجره، وهنا قلقوا جدا وبداوا ان هم يتحركوا بسرعه من المكان. وهنا بتعلى الاصوات حواليهم وكانوا بيجروا بكل سرعتهم، وفجاه ظهر ليهم سرب حشرات كبير ماشي وراهم. لكن لحسن حظهم قدروا يوصلوا للبيت في الوقت المناسب، وكانوا شايفين كل اللي بيحصل من بره البيت. والمنظر ساعتها كان مرعب جدا، والحشرات محوطه البيت من كل اتجاه، لدرجه ان الحشرات غطت عنهم كل ضوء الشمس. وبعد شويه بتختفي الحشرات، وكان الازاز وقتها لازق جدا. واول لما سام ومارك بصوا اتفاجئوا ان كل الحشرات ميته بره. وهنا وصل فريق التنظيف عشان يشيل كل الحشرات دي. فسام كانت مستغربه من اللي حصل، وكانت عايزه تفسير لكل ده. فردنا عليها مسؤول في وكاله ناسا ان ده بسبب مشكله بيئيه. فسالت ساعتها سام عن الفحوصات الجديده اللي بيعملوها على الكبسوله، وهنا رد عليها المسؤول ان لسه التقارير ما ظهرتش. وهنا مارك بياخد ايزي وكان بيستعد عشان يمشي، ووعد سام ساعتها انه هيزورها تاني ومعاه ايزي. بعد كده سام بتحس بالم شديد في رجليها، فخلعت الكوتشي بتاعها واتفادت ان صباع رجليها كان زيف شديد. فجريت على طول الحمام عشان تغسل صباعها، واول لما ركزت شويه لقيت الجرح واصل لغايه رجليها من فوق. ولما جت تلمسه صرخت لدرجه ان ضافر رجليها اتكسر. وهنا ربطت رجليها وحطت تلج على دراعها والاماكن اللي فيها كدمات عندها. وفي اللحظه دي بدات الانوار تولع وتطفي تاني. وهنا بدات سام تحس بالخوف، فجابت على طول ترابيزه وزقتها ورا الباب، وعلى طول فتحت اللابتوب وبدات تدور عن اي معلومات لحوادث الحشرات الغريبه. وفهمت ان اي اضطراب في المجال المغناطيسي ممكن يكون هو السبب، وفي ناس بتربط الموضوع ده بالرحلات الفضائيين وحالات الاختطاف. وشافت صور كمان في المقال لحالات مشابهه لحالتها وكمان حالات اختطاف. وساعتها سام حست ان في حاجه في ظهرها، فجريت على طول للحمام وبصت في المرايه واكتشفت ان الكدمات وصلت لكتفها. ومره تاني النور بيولع ويطفي، لكن بسرعه بتجري سام وشغلت نظام الانذار قبل ما تنزل للدور اللي تحت. لكن فجاه سمعت سام اصوات غريبه في الاوض اللي جنبيها، وفي اللحظه دي كان بيكلمها مارك وبيقول لها انه جاي في الطريق. وكانت وقتها حاسه ان في حركه مش طبيعيه بتحصل حواليها، والانوار بتولع وتطفي. وهنا النظام بينبه سام ان في اختراق للبيت، وبعد كده فصل على طول. فسام قالت لمارك ان في شيء غريب قريب منها في البيت، وكانت وقتها سامعة أصوات غريبة بتقرب منها لدرجة إن صوت مارك في التليفون بقى مش مفهوم ومش واضح. فاتحركت سام بسرعة ونزلت على سلم المخبأ السري، لكن وقتها حست بوجع شديد في ظهرها، وده خلاها تفقد السيطرة على نفسها وتقع وتتخبط خبطة قوية. وأول لما لمست ظهرها لاحظت إن في مادة غريبة لدرجة إن تليفونها اتكسر وفقدت السيطرة على نفسها. وهنا سمعت فجأة تاني الأصوات اللي حواليها، فراحت بسرعة للكمبيوتر وشافت كل الكاميرات لكن ما لقتش أي حاجة. فحبت تطمن وتعمل مسح للمبنى بالكامل، لكن هنا النظام قال لها إن في حد معاها تاني في نفس المكان. ومرة واحدة حصل تشويش للشاشات، وفجأة ظهر ليها المخلوق الغريب جوه بيتها. فالنظام وقتها عمل مسح تاني للبيت، واكد لها النظام ان في كمان شخصين في الادوار اللي فوق. فسام حبت تجرب منظومات الدفاع اللي عندها، وبدا ساعتها السقف يطلع دخان في ممر. فجريت على طول الاوضه اللي بعدها وشافت المطبخ وسمعت تاني الاصوات المرعبه هناك. ولما شافت مكان واستخبت فيه بتشوف سام انعكاس المخلوق على بوتاجاز، ولحسن الحظ انه محسش بيها واتحرك على طول لبعيد. بس اول لما حاولت تتحرك بالراحه ناحيه الباب دخل مخلوق تاني واضطرت انها تستخبى منه. فاستنت شويه لغايه لما المخلوق مشي وجريت على طول ناحيه الباب. بعد كده راحت تستخبى في حمام كان في طريقها، وحطت 8 حاجات ورا الباب عشان تأمن نفسها كويس. بس فجأة بيرجع القلم تاني لإيديها اللي فيها كدمات. وهنا شالت الرباط اللي عليه واكتشفت إن جلدها كله متغطي بالمادة اللزجة. وكانت وقتها المخلوقات دي بتخبط عليها من بره، ففضلت مستخبية جوه الحمام قبل ما يهجموا عليها ويدخلوا. لكن هنا سام لمحت قصادها مخرج في الحمام، فضربته برجليها وقدرت إنها تكسره وتدخل لجوه. وفي الوقت ده كان وصل مارك وإيزي ولاحظوا إن في حاجة مش طبيعية في البيت. فمارك هنا حاول يتواصل مع سام لكن بدون أي فايدة. اضطر إن هو ينزل من العربية ويدخل البيت عشان يشوفها. لكن هنا إيزي بتشوف حاجة
قريبه منهم وجريت على طول ناحيتها، وساعتها مارك جري وراها ولاحظ انها بتشاور على نور جاي من جوه الغابه. وبنشوف بعد كده سام اللي قدرت تخرج من الممر وتطلع السلم، لكن هنا المخلوق قدر يمسك ربيع ووقعها، بس هي قاومته بكل قوه وقدرت تخلص منه وتكمل طريقها. ففضلت ماشيه ما بين الحيطان، وكانت الجروح اللي عندها طالع منها نور غريب، وفي الاخر لقت سلم طلعها على فتحه سريه في الغابه. ولما كانت بتجري في الغابه بدات جروحها تنور اكتر واكتر، وكانت سامعه اصوات المخلوقات حواليها في كل مكان. وفي نفس الوقت كان ويليام وصل مع الفريق اللي معاه، وكانوا ساعتها مسلحين، وقال لهم ياخدوا بالهم لانهم بيتعاملوا مع مخلوق ذكي. وفضلوا وقتها يفتشوا كل البيت، وبنشوف هنا ويليام اللي راح للمكان السري ولاحظ ان المكان كله فوضى ومتبهدل على الاخر. بعد كده بنشوف سام اللي استسلمت ووقعت على الارض، وطلبت من المخلوقات دي يسيبوها في حالها لان عندها اسره وبنت. وفجاه كائن منهم رفع راسها بايده وبص ليها وسالها باللغه بتاعته اذا كانت فاهماه ولا لا. فاتفاجئت سام انها فاهمه كل كلامه، وبيظهر في وقتها باقي المخلوقات اللي معاه. وساعتها قال ليها الكائن ان هم كانوا مفتقدينها، ولما سالتهم هم مين وازاي عارفينها فرد عليها الكائن وقال لها انهم عيلتها. بس سام ساعتها كانت متلخبطه ومش فاهمه حاجه منه. وهنا حط الكائن راسه على راسها وطلب منها تفتكر اللي حصل ليها زمان. وساعتها سام بتسترجع الذكريات اللي حصلت ليها زمان، ورؤيه كده بتكون وضحت ليها، واتضح ان هي اصلا كائن فضائي وان عيلتها نزلوا كوكب الارض من سنين. ووقتها فريق من الجنود بقياده ويليام حبوا ان هم يمسكوا الكائنات دي، لكن ساعتها الكائنات هربوا بسرعه. وفي وسط كل اللي بيحصل بتتوه سام عن مجموعه الكائنات اللي كانت معاها، فاستخدمت وقتها جهاز عشان يغير شكلها لشكل بشري. واول لما ويليام لقاها كانت ظاهره على شكل طفله صغيره. وفي نفس اليوم ده خد ويليام سام معاه واتبناها، لكن عيلتها من الفضائيين ما نسوهاش ابدا، وكانوا بيدوروا عليها وعارفين ان مفعول الجهاز اللي غيرت بيه شكلها لطفله بشريه هينتهي بعد كام سنه. وكانوا وقتها برضه هم اللي اخترقوا الكبسوله بتاعتها. وفي اللحظه دي بيوصل مارك وايزي ولقوها وهي في وسط عيلتها من الفضائيين. فايزي خافت جدا من جسم مامتها اللي بينور، لكن طمنتها سام ان مفيش اي حد ممكن يأذيها. وهنا بيوصل ويليام مؤكد ليها انه عارف اصلها كويس، وهو كمان اللي شجعها انها تبقى رائده فضاء. وكان باعتها للمهمه دي كطعم لانه كان عايز يقبض على فضائيين عن طريقها ويبقوا تحت تصرف الحكومه. فطلب منها انها تقول للفضائيين يستسلموا، لكن هي رفضت. واول لما ويليام طلع مسدسه هجم عليه مارك ووقعه على الارض. وهنا كان في اللحظه دي مفعول الجهاز اللي غيرت بيه شكلها خلص، فبدات تتحول لشكلها الفضائي الحقيقي. وكان ساعتها الجنود بتقرب منها، لكن مارك طلب من سام انها تتحرك بسرعه. فايزي رفعت ايديها وسام لمستها بكف ايديها قبل ما تمشي مع عيلتها الفضائيه. واول لما الجنود وصلوا كانوا كل الفضائيين مشوا من الارض في سفينه الفضاء بتاعتهم. وبكده يخلص فيلمنا النهارده. ولو عجبكم الفيلم اشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يا احلى اخ واخت، واشوفكم على خير في فيديو جديد.